انميات موسم الشتاء بتبقى من اكتر الانميات اللي الناس بتبقى مستنياها على احر من الجمر، خاصة يا مان ان دي المفروض بتبقى بداية السنة الجديدة، واللي هوبا سكروبا بتبقى دخلت كده انميات كتير. فتعالوا سوا يا اعزائي الايتاكو نشوف سوا التوب 5 انميز اللي ما كانش حد متوقع ان هم هيبقوا في الجمدان. في المركز الخامس معانا انمي فروم بروكرات تو فيلنس، وده عزيزي الجانرا بتاعته فانتزي. وفي المركز الرابع لمحبين جانرا الرومانس انمي اي هاف ا كراش ات ورك. اما بقى الانمي اللي فاجئني بامانه واللي في المركز الثالث معانا واللي انا متحمس ليه من اول ما ابتدى الكلام عنه واشاعات، هو الانمي اللي في الجمدان زينشو، واللي يعتبر جانرا ميكس كده ما بين الاكشن والفانتزي. ده غير ان فكرته يا مان جديده ممكن تكون ما شفتهاش قبل كده في اي انمي. اما بقى في المركز الثاني، وده يمكن الانمي الوحيد اللي في الليسته اللي انت ممكن تبقى عارفه، وهو الانمي اللي في الجمدان ساكاموتو دايز. طبعا بعد المانهوا الشهيره اللي الناس كانت متحمسه جدا تشوف شكل الانمي هيبقى عامل ازاي. وفي المركز الاول للناس اللي بتحب الانميات اللي فيها رياضه واللي بقى فيها حماس كده مان، الانمي اللي في الجمدان ميدالست. واللي في الاول امان اول ما شفت التايتل بتاعه كان انطباعي بس بعد ما اتفرجت على الانيميشن والاكشن سينز والفكره بتاعته فقصته في الجمدان. ودي كده يا عزيزي الاوتاكو اجمد انميات فصل الشتاء اللي ممكن كده تقعد تأزأز فيها الفتره الجايه.